هذه هي مقدمة الجزء الثالث من شرح كتاب جلسات نفسية. أنا هنا كشرح لي كتاب بالمغربية بالدارجة بطريقتي الممتعة والرائعة اللي ما غتخليك تحس بالملل وانت كتاخذ المعلومة وغتاخذ فائدة يعني ما تحتاج تقرأ. إذا كان كيعجبك هذا النوع من المحتوى دير معك واحد لايك واشتراك وفعل ذاك الجرس باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. خاصنا كاملين نكونوا عارفين باللي مخنا عنده واحد القدرة هائلة باش يدير من الحبة قبة. يعني لحسيتي بالحزن عقلك غادي يبدا يربط لك كاع الأحداث اللي غتخليك تحس باللي انت هو أتعس إنسان في هذه الدنيا في هذه الكرة الأرضية. والحزن حاجة ضرورية، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمش منا، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. يعني الحزن ورغم ذاك الألم اللي كيخلينا نحسو به ضروري منه، ونزيدك كاع عنده فوائد، حيت أنك فاش كتحس بالحزن هادشي كيخليك تحس بالناس الآخرين وتفهمهم، وكيعاونك باش تفهم الحياة يعني وما تعيش في أحلام وردية. كيخليك تدير وقفة مع راسك وتعاود ترتب أولوياتك. كتعرف الحكمة من داكشي اللي طرا، وأنا كنآمن بيها. ما كايناش شي حاجة كطرا غير هكاك، ضروري تكون وراءها واحد الحكمة اللي تستافد منها. والأخيرة هي أنك كتولي عندك مناعة نفسية، يعني خبرات أكتر باش تواجه الظروف الصعيبة اللي كتجيك من بعد. شكون أنا إنسان اللي نفخ في الله عز وجل الروح. وشنا هي هذا الروح؟ خاصك تكون عارف باللي داخل عندنا شي حاجة اللي كبر بزاف من التفاعلات الكيميائية المحدودة، وأن الحب ماشي غير مجرد انفعال من الهرمونات والنواقل العصبية. وبزاف الناس كيبغيو، لكن علاش كيبغيو داك الشخص بالضبط؟ وعلاش ماشي غيره؟ علاش كنضحكوا فاش هاد الشخص كيقول شي حاجه شي نكته الا قالها شي حد اخر من غيره ما غنضحكناش بنفس الطريقه ولا ما غنضحكوش عليها اصلا؟ اما الجانب الثاني فهو الماده. احنا مصنوعين من الماده. فاش صور الله عز وجل ادم خلى ابليس يطوف به، فلقاه اجوف يعني فارغ من الداخل، وكل فراغ خاصو يتعمر. وبما انك مصنوع من المادة والروح فخاصك تعمر ذاك الفراغ المادي والروحي. والخلل كيجي من أنك تبقى تدير واحد فيهم أكثر من الثاني، بحال تبقى عاطيها غير الصلاة والتعبد والصوم وتنسى الجانب الثاني اللي هو تزوج، تخدم، تنجح لحياتك العملية، يكون عندك هدف مادي. ونفس الشيء كنطابق على الجانب الثاني، ماشي تبقى عاطيها غير الأهداف المادية وتنسى روحك، ما تصليش، ما تقربش من الله عز وجل، ما تديرش علاقات مع الناس. يعني خاصك توازن بينهم بجوج. الفيديو اليوم كان قصير، عارفة عندي بعض الظروف اللي ما خلاتنيش انزيد اكتر، لكن المهم درت لكم فيديو. وكيف ما وعدتكم تلاقوا في شرح الجزء الرابع من كتاب جلسات نفسية. تهلاو.